ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو النهارده هنعمل مع بعض روميه، فرخايه رومي مش ديك، بس انا هعملها معامله الديك الرومي. انا كنت عملته قبل كده مرتين في القناه. هنعمل الفرخه الرومي الجميله دي مغسوله كويس جدا جدا ومتصفيه. هعمل ايه والحاجات بتاعتها، القلب والقناصه والكبده اهم. هعمل ايه فيها؟ انا هنشفها كده اهو، منديل فوط مطبخ كده، مش عايزه فيها اي ميه. هيبقى طعمها يا جماعه تحفه تحفه. اهو نشفتها كويس. هعمل ايه؟ هحضر تتبيله على الناشف، تتبيله على الناشف من جوه ومن هنا كده. افتح هنا وادخل في اللحم، يعني زي ما بنعمل الحمام كده. افتح كده وادخل التتبيله جوه هنا وارجع لكم. انا حضرت التتبيله اللي على الناشف زي ما قلت لكم. ايه هي؟ توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود مش كتير، و سنه قرفه، ملح، فلفل اسود، قرفه، توم باودر، بصل باودر. وامسك الروميه الحلوه الاموره دي وابدا اعمل كده من جوه اهو، ادعك كده من بره لا. احط هنا كده عشان اطعم اللحم، واجي من هنا من تحت نفس الطريقه. خلاص كده، واركنها على ما احضر التتبيله البرانيه اللي هتبل بيها الخضار والروميه. دي روميه روستو يا جماعه. معلش يا جماعه الفيديو فصل وانا بعمل التتبيله الخارجيه. عملت ايه؟ عصير برتقال هنا، برتقانتين حلوين، عليهم معلقه عسل ابيض، عليهم توم باودر، بصل باودر، قرفه، فلفل اسود، شطه، بابريكا، ملح، هنا اهو كده. ورحت متبله الروميه كلها بالتتبيله دي. الفرشه اللي تحت دي، الفرشه اللي تحت الروميه، بطاطس، طماطم، بصل حلقات، جزر حلقات، تبلتها بنفس التتبيله اللي تبلت بيها دي الفرخه من بره اهي. واعمل كده. طبعا التتبيله دي بتنقل الروميه نقله تانية اهو. انا تبلت الخضار وتبلت الديك الفرخه، مسحتها كويس اهو. هعمل ايه بقى المرحله التانية؟ معلش عشان الفيديو فصل وانا بعمل التتبيله الخارجيه، بس قلتها لكم برضو. هعمل ايه يا جماعه؟ مسيحه زبده اهو. الزبده بتنقل الرومي نقله تانية، زبده متسيحه. واعمل كده، اغلف الروميه كلها اهو بالزبده. مسخنه الفرن واغطي الكلام ده بورق الومنيوم. واعمل كمان الكبده والقناصه والقلب اهو، والرقبه دي، والظهر كمان. بمعنى كله زبده، حوالي عن نص كوبايه ربع كوبايه زبده. طبعا هي هتنزل على الخضار. اسيبها بقى في التتبيله دي ساعه، ساعتين، 3، ليله كامله، اللي انت عاوزاه. اسيبها في التلاجة شويه وبعدين اولع الفرن واغطيها بورق زبده وبعدين الومنيوم واسويها. هتبقى تحفه يا جماعه، هتدعوا لي على الطريقه دي.
خلاص كده بقى انا هشيلها، وبعد ما اريحها هاجي اغلفها معاكم وندخلها الفرن. هنا يا جماعه انا حضرت ورقه زبده، خلاص بقى انا ريحتها في التلاجة، ريحتها كويس. احط ورقه زبده كده، وبعدين الومنيوم مولعه الفرن مسخناه. ما هو ده الروست بقى، ده الرومي الروست، ما بحطش ميه وما بحطش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وتحت في الفرن من تحت اقفل كويس في الفرن من تحت، وما تستوي ارجع لكم. الروميه خرجت من الفرن يا جماعه بالطريقه اللي انا وريتها لكم، في منتهى الجمال، مستويه جدا اهي. والخضار اللي كان فيها اهو مستوي قد ايه. حطوا معاها كده اهو يا جماعه. طبعا تاكل معاه عيش رز زي ما انت عايزه. يا جماعه عملت معاكم فرخه روميه بتتبيله حلوه روستو في الفرن. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والقاكم في فيديو جديد.